والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني قوي قوي، احلى متابعين في الكون كله. تعالوا بقى النهارده معايا فيديو جديد حلو جدا، بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسوش كده تصلوا على النبي، ولو انتوا اول مره لسه بتتابعوني يا ريت تحطوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا الاشعارات بتاعتي الجديده كل ما انزل فيديو جديد. عايزاكم بقى تشيروا الفيديو ده لكل اصحابكم وحبايبكم كده، و يعني عايزه بقى لايكات بقى كتير للفيديو ده، واكتبوا لي كومنتات حلوه كده تشجعني ان انا اعمل لكم كل يوم فيديو جديد. بصوا بقى النهارده بقى عملت فطار. بصوا اول يوم عمل فطار النهارده بصراحه في شقتي، عشان انا بقى كنت بره بقى عند اخوات جوزي، اخت جوزي وماما وكده، فما كنتش في البيت. فتعالوا بقى النهارده نعمل بقى فطار النهارده في البيت. نزلت بقى جبت شوية طلبات وشوية حاجات كده، علشان كمان جبت عيش عشان ما كانش عندي عيش للسحور، وجبت كمان فاكهة علشان ما كانش عندي فاكهة، فجبت برتقان واناناس، وجبت خوخ. انا بصراحة ما كترتش من الخوخ عشان انا معرفش هو حلو لسه ولا مش حلو، فجبت كده شوية صغيرين كده، قلت مش عارفة هو لسه حادق ولا ايه، فبصراحة جبت شوية صغيرين. البرتقان كده شكله مطرب بس هحطه بحاله، لما اجي اطلع منه هبقى اغسل منه علشان لو انا غسلته كله هيبوظ. وجبت هنا كنت جايبة كمان قطايف ومكسرات علشان اعمل معاكم، ان شاء الله نعمل مع بعض فيديو للقطايف بعد الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله ينزل لكم. فكمان انا صورت لكم بقى عند الراجل بتاع القطايف وهو بيعملها، وجبت لكم منه المقادير مظبوطه تماما. تعالوا بقى ندخل نشوف الفرخه بتاعتنا القمر دي. وعملت بقى هنا قطعت بصل وطماطم وفلفل، هنعمل النهارده صينيه بطاطس بالفراخ بس جميله جدا جدا. يعني جربوها على الطريقه بتاعتي دي، بصراحه طعمها تحفه تحفه كده، جميله قوي. هنا بقى مسكت الفرخة بتاعتنا كده قطعتها. هقطع بقى الحتة كده الربع، اقطعها على قطعتين كده. انا بحب ان انا في صينية الفراخ بالذات بحب اقطعها بالطريقة دي. هشيل بقى الحتة اللي ورا دي بتبقى مش حلوة وبتزفر كده الفراخ، هشيلها. انا كنت غاسلة الفرخة هنا ومنضفاها كويس جدا. هقطعها وهغسلها تاني مرة كمان بعد ما اخلصها تقطيع، علشان ما تبقى الزفرة وتكون جميلة. وبعدين انا زي ما قلت لكم ان انا ببقى مفرزة الفراخ ونقعها كويس جدا بملح وليمون وكمان دقيق، فبكون بصراحة يعني جاهزة ان انا اطلعها واشطفها شطفة كده واعملها على طول واطبخ على طول. فكل حاجة بصراحة التفريزات دي بتسهل كتير جدا بصراحة، اذا كانت بامية او بسلة او قلقاس، كل الحاجات دي على فكرة ما بتبقاش موجودة في ايام. يعني لو انتوا مثلا خزنتوها يبقى افضل، عشان في يعني بتبقى في الموسم بتاعتها موجودة، في الايام التانية مش موجودة. فبصراحة بحب افرز الحاجة اوقات ما ببقاش فاضية ان انا انزل عشان الولاد وكده. طبعا هنا بقى غسلتها غسلة كده كويسة تاني. هنزل بقى بالبصل والطماطم والفلفل كده في الصينية. حط بقى شوية ملح وفلفل اسود بس، مش هحطها اكتر من كده. صينية الفراخ دي ما بحطلهاش الا ملح وفلفل بس، وجربوها بالطريقة دي وهتعجبكم جدا وطعمها بجد تحفة. ولا بحط بقى بهارات فراخ ولا بحط لوري ولا بحط اي حاجة من دي، جربوها بس بملح وفلفل بجد طعمها حلو جدا. هبتدي بقى ان انا انزل كده بالفراخ، يعني هحط كمان التتبيلة كده من فوق وتحت كده. بصوا البطاطس هخليها للاخر خالص، هوريكم وانا هعملها احطها امتى. فتابعوا معايا كده خطوه بخطوه وهنشوف هنعمل فيها ايه. حطيت بقى تتبيله من تحت ومن فوق كده علشان تشرب منها كده.
عايزه بقى اقول لكم ان انتوا لو كمان سبتوا التتبيله بتاعتها دي من بالليل للصبح بتكون جميله جدا جدا، وبتشرب منها كده التتبيله وبتكون حلوه قوي. تعالوا بقى نرفعها على النار ونحط لها كده معلقه سمنه. احط لها بس معلقه سمنه وهغطيها بس كده. هسيبها بقى تستوي براحتها واقول لكم هنعمل ايه تاني. بس بصراحة جربوها ومش هتندموا. عايزاكم بقى اللي وصل معايا لغاية هنا ياريت تحطي لايك القمر بتاعك وكومنت حلو كده منك، يشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير قوي، وان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض وصفات حلوة كتير وروتينات وحاجات حلوة من اللي انتوا كده بتحبوها. هنا بقى بعد ما خدت كده غلوتين معايا اهي، يعني استوت شوية كده، دخلت في النص سوا كده اهي. هشيلها بقى في الطبق ده كده. وكنت قطعت البطاطس كده حلقات تخينة شوية، مش بحبها رفيعة علشان البطاطس بتتهري على طول. وعايزة اقول لكم على حاجة، ان انا لو حطيت البطاطس من اول ما الفراخ تحت الفراخ وهي لسه نية، البطاطس هتستوي وهتتهري، والفراخ هتكون لسه ما استوتش. فالافضل ان انا بسويها 3/4 سوا، 3/4 سوا مش نص سوا، كمان 3/4 سوا. وبقوم حطاها شايلة الفراخ واحط البطاطس في الصوص ده، وبعد كده انزل تاني بالفراخ علشان البطاطس تكون حلوة كده معايا وما تتهراش، وتكون القطعة بقطعتها كده، الحلقة بحلقتها كده. دي بصراحة يعني بجد جميلة جدا. جربوها بالطريقة دي حلوة قوي، واحسن لما انتوا بتحطوا البطاطس من الاول خالص. اهو شايفين كده بقى. هغطيها بقى يا دوبك 10 دقايق بالظبط وهطفي عليها علشان البطاطس ما بتاخدش سوا خالص وانتوا عارفين. هنا بقى بعد ما خلصت سوا هشيلها بقى هنا كده، اركنها على جنب، وبعد كده هعمل الرز. وبعد كده بعد ما الرز يخلص هدخلها الفرن تاخد وش، وخلاص كده تكون الفراخ جهزت معايا. يعني سهلة وبسيطة على فكرة. ممكن كمان ما تعملوش جنبها رز وتتاكل بعيش، بتكون جميلة قوي. في ناس على فكرة بتعملها وبتاكلها بعيش حلوة. وانا كمان بعمل صينية الفراخ دي ممكن ما احطش جنبها بطاطس، وكمان بتتاكل بعيش بالبصل والفلفل والطماطم اللي انا مقطعاه تحتها، ومع قطع الفراخ بتكون طعمها جميل جدا ورائع بصراحة. هنا بقى حطيت معلقة سمنة وسقط الزيت كده مش كتير، معلقتين 3 زيت، وحطيت الشعرية. هنعمل جنبها ايه؟ هنعمل جنبها رز بشعرية. بصراحة بحب جنبها الرز بالشعرية قوي، احلى من الرز الابيض والرز المعمر كمان، فبيكون حلو جدا الرز بالشعرية. هنا بقى بعد ما الشعرية خدت اللون الذهبي متغمقوهاش قوي علشان خاطر الرز بتاعكم ما يغمقش معاكم. فطول ما انت بتفتحوا الشعرية طول ما الرز بتاعك فاتح معاكي وما بيغمقش. هنا بقى ادي الرز كده تشويحتين كده في السمنة، والشعرية كده هقلبه تقلبتين، وبعدين انزل بشوية الملح، يعني معلقة ملح كده على قد الكمية اللي انت عاملاها، وهفضل اقلبه بس ايه دقيقتين كده، وبعد كده انزل بالمية. انا بصراحة طالما انا مش مستعجلة بحط مية عادية من الفلتر، لو مستعجلة بحط مية مغلية على طول علشان الرز يغلي معايا ويستوي على طول. فهنا اديت له مية من الفلتر عادي. فما كنتش غليتها لان عادي كان لسه الوقت بدري يعني على الفطار. فاديت له بقى مية كده، غطيته بالمية وهقفل الغطا عليه واسيبه بقى يستوي براحته. شايفين كده بقى الرز طالع مفلفل وقمر قمر كده، مفلفل وجميل. وشايفين الشعرية فاتحة ومش غامقة، يعني مظبوطة، اللي واخدة اللون الذهبي، والرز كمان فاتح مش مغمقة الشعرية. الشعرية زي ما قلت لكم ان هي طالما فاتحة الرز بيبقى فاتح وجميل. الشعرية غامقة بتقوم مغمقة الرز على طول. فكده كان جميل جدا. وتعالوا بقى نحمر السمبوسة دي. انا عامله لكم فيديو ليها تفريزات السمبوسة، بصراحة جميلة جدا وسهلة، وعلى التحمير على طول. يعني سهلة لدرجة ان انتوا يا دوبك هتطلعوها قبلها بساعة بالظبط، تفكوا وتحمروها على طول تكون جاهزة ومحشية. انا بعمل الكمية بتاعتي بتكون جاهزة معايا في عزومة في اي حاجة، اقوم مطلعها على طول، اطلع الطبق كده واحمره على طول. شايفين بقى جاهزة كده معايا وجميلة وطعمها جميل. وكنت حاشياها باللحمة المفرومة والموتزاريلا وميكس الجبن والزيتون. كنت حاطة عليها الشيدر والموتزاريلا والزيتون ولحمة مفرومة. بصراحة الحشوة دي جميلة قوي. جربتها بالجبن لوحدها ما عجبتنيش، جربتها باللحمة لوحدها ما عجبتنيش. بصراحة لما حطيت كله مع بعضه عجبتني وكان طعمها حلو جدا. جربوها جميلة قوي بصراحة. كمان بتنفع في اي حاجة كده جنب الاكل، بتبقى طعمها حلو قوي.
في حمرتها بقى كده واديت لها اللون الذهبي. وقلت بقى جنب الاكل انا قلت بقى ايه مش هكتر اكل. عملت بقى صينيه البطاطس بالفراخ دي، وعملت رز بشعريه، وحمرت السمبوسه وخلاص كده، وجبت شيبسي وخلاص. ف يعني ما كتروش اكل، عشان بصراحه رمضان ده ما بيبقاش فيه اكل خالص، احنا بنقعد نشرب في ميه، ولو الاكل بيفضل زي ما هو. فالنصيحه يعني ما كتروش اكل، فاعملوا حاجات بسيطه كده على قدكم وعلى قد ولادكم وخلاص. فيعني ربنا كده يديمها علينا بالستر والصحة يا رب، ويا رب كده يديمها علينا نعمة. كده بقى بعد ما خدت اللون الذهبي ابتدي ان انا اطلعها واصفيها من الزيت كويس جدا. ما بتشربش زيت خالص على فكرة خالص، يعني هي جميلة جدا وما بتشربش زيت. هنا بقى كنت عملت بقى العصاير وتمر هندي، وعملت بلح كده باللبن، وعملت كمان صوبيا. عامله لكم برضو الفيديو ده وطريقة الصوبيا، وعامله لكم طريقة التمر وطريقة البلح باللبن. بصوا كلها حاجات سهلة وجميلة، والتمر هندي والصوبيا هيعجبكم جدا ان شاء الله. باذن الله هنزل لكم الفيديو باذن الله. بعد الفيديو ده هنزل لكم الفيديو بتاع القطايف، وهنزل لكم الفيديو بتاع التمر والصوبيا، بصراحة حلو جدا جدا. فابتديت ان انا احط بقى التمر، حطيت الصوبيا، وحطيت البلح باللبن اللي هو التمر، وخلاص كده هقدم بقى الفطار بتاعنا وخلاص. الفيديو كده يكون خلص بصراحة. وكمان عملت قطايف، نسيت اقول لكم ان انا حمرت كمان القطايف، لكن انا كنت محمراها في الفيديو اللي كان قبل كده، فما صورتهاش بقى معاكم، ما حطيتلكوش المقطع بصراحة. فان شاء الله باذن الله ينزل لكم المقاطع. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ فطار سهل وبسيط، وكمان طعمه حلو، حاجة بسيطة كده، وكمان شكلها حلو ولطيفة، ومش يعني مش بكتر الأكل. اعملوا كميات صغيرة عشان رمضان بصراحة مش بيحب الأكل الكتير. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يعجبكم ويكون كان الفيديو خفيف وظريف على قلبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام.